دي كل ده تلج ماشي. لو مشيت عامل زي الصابون كده، اول ما تمشي عليه بتاخدها بقى ايه على ظهرك. دي بحيره دي المتجمده دي. بصوا العجله تمنها كام؟ 2300 يورو. ازيك يا جدي؟ عامل ايه؟ صباح الفل، عاملين ايه؟ اهلا بكم في فلوج جديد يا جدعان. النهارده فلوج جديد وصعب الصراحه، انا مش واثق اصوره ولا لا، يعني ربنا يقدرني، لان انا تعبان جدا بقالي كام يوم، ودرجه الحراره -11 ومسافر، والدنيا يعني ايه مضيعه خالص. انا دلوقتي في جسرو واروح حته اسمها روستوك، وبعد كده اروح برلين، كان عندي حفله بكره، والدنيا طويله قوي سعادتك. فما تنساش تصلي على النبي، تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه، واشوفكم بعدين. دنيا تلج بمعنى تلج يعني. تم الوصول لروستوك بنجاح، ودي محطة القطر. انا سقعان وتايه، يعني سقعان وتايه الاتنين. احنا وصلنا روستوك، والمفروض وصلت للمكان اللي هيبقى فيه الاتوبيس، لكن هو فين الاتوبيس الله اعلم. وبص الارض عامله ازاي. دي كل ده تلج ماشي. لو مشيت عامل زي الصابون كده، اول ما تمشي عليه بتاخدها بقى ايه على ظهرك، فاهم؟ والقعده والوقعه بتاعت دي بتكسرك يعني. فانا سقعان ومش لاقي البوس ومش عارف اعمل ايه واساسا بدات افقد الكلام. يعني انا اساسا ايه بدات افقد الكلام. فاهمين حاجه؟ انا محدش هيحس بيا، والله ما حد هيحس بيا غير اللي ده الموقف ده. انا لو بقيت عارف اتكلم ما شاء الله، ولا عارف امسك الموبايل وايديا اتلجت. ما انا عاوز ارتاح، انا تعبان. هروح بقى ايه الف لي لفه كمان كده في عز التلج ده، وادور على اتوبيس. هو شكله لسه ما جاش اصلا، بس انا هدور عليه وان شاء الله اوصل. الحمد لله ربنا انعم عليا ولقيت المحطه، يا رب تطلع صح. بس شايفين لون السما يا جدعان؟ هو طبعا على الحقيقه اجمل بكتير من الصوره يعني، بس لون السما تحفه والله سبحان الله. بس وانا بموت بقى يعني. انا ايه ربنا معايا. هي المحطه اللي انا واقف وراها اللي عليها علامه الاتش دي، فاهم؟ انا لما اطلع بقى ان شاء الله الاتوبيس كده في الدفا واشرب قهوه، وهكلمكم وانا بشرب قهوه وافتح لابتوب وقاعدين بناكله وبتاع. لكن والله العظيم حرفيا يعني انا شايفها الجزء اللي تحت ده واقف خلاص يعني، فاهم؟ اللسان بس اللي بيتحرك. ربنا يستر بقى والبوس يجي بسرعه، ادعوا لي. الحمد لله يا جدعان البوس جه، تمت العمليه بنجاح. القعده جامده الصراحه. نعم ده كده ده كده. يعني انا دلوقتي ايه بقى، بدات اعمر الدماغ، باكل واشرب وبتفرج على المنظر ده، وقاعد بتفرج على اليوتيوب برضو على فيلم الجزيرة. المنظر جامد يا جدعان، حاجة كده من شبه الأفلام. الدنيا كلها لونها أبيض، دي أكتر حاجة بحبها في التلج. ولون السماء أساسا كأنها تلج، والأرض بصوا الأرض عاملة ازاي. كل ده بيزحلق يعني، كل ده جلاد كده اللي هو تلج لازق في الأرض عامل شبه الصابون. المنظر تحفة. من كتر ما الدنيا ساقعة كنت حاطط ازازة في العربية، تاني يوم الازازة تلجت. الازازة والمج الحراري يكون فيه شاي متجمدين يعني كأنهم في الفريزر، والمنظر تحفة والدنيا ساقعة. من كتر برضو الساعة المية بتاعت المساحات كانت متجمدة، كل حاجة هنا متجمدة. كل ده بقى أغصان شجر وبحيرات اهي. دي بحيرة دي المتجمدة دي. انتوا عاملين ايه يا جدعان؟ الدنيا عندكم عاملة ايه؟ انا الناس بتكلمني في مصر درجة الحرارة 25 و22 بيقولوا لي الجو ساقع. ايه رأيكم؟ انتوا ساقعين في درجة الحرارة 22، احنا بقى نعملوا ايه؟
ادعوا لنا يا جدعان. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه يا جدعان؟ انا في ورايا هنا مظاهره او حفله مش عارف ايه هي، وانا بقى ايه لسه نازل الحمد لله. وصلنا برلين على خير وسلام. والنهارده انا شايف في ناس كتير قوي في الشارع، مش عارف ليه، تقريبا في مظاهره او حاجه زي كده. وهنا انا في حته اسمها الكسندر بلاتس. المنطقه هنا كلها هنا المانيا كلها العيد الاكبر في المانيا وعيد الفايناخت. والفايناخت ده ايه اكبر عيد هنا في المانيا، فيعني العيد المقدس هنا. البرج اللي فوق ده لما تقعد فيه بتشوف المانيا كلها. اخدولنا لفه كده عشان انا عندي ميعاد الساعه 1:30. الساعه دلوقتي عندنا 11:30. هناخده لفه هنا وبعد كده ايه اروح الميعاد بتاعي. ونتقابل بكره في فلوج باذن الله. بكره عايزين نعمله فلوج حلو بقى، لان انا راجع تاني جوسترو. هحضر بكره عندي حفله والنهارده الميعاد. وبعد كده ايه بعون الله هنكسر الدنيا الفتره الجايه. وعايز يا جدعان ايه، عايز اعمل سلسله فيديوهات كده دي موجهه للشباب. يعني سلسله الفيديوهات دي هتبقى بلس 18 يعني من الاخر. يعني الاهالي للاسف مش هينفعوا يتفرجوا عليها، مش عارف ازاي، ولا الاطفال. يعني اي حد تحت 18 مش مسموح له انه يتفرج على سلسله الفيديوهات اللي انا عاملها. انا مش هقل ادبي ولا حاجه، عشان بس ايه الناس زي ما تروحش العيد. ولكن انا اتكلم بلغتنا احنا كشباب. يعني انا اتكلم احنا بنفكر ازاي، بنشوف الامور بشكل ازاي. هتكلم عن الارتباط، الصلاه، قراءه القران والكلام ده. وللعلم انا بوري لكم دايما يعني في الريلز والكلام اللي انا بعمله ده، اللي هو مثلا ايه وانا ماسك المصحف وانا بسبح. مش معنى كده ان انا احسن واحد في الكوكب، لان انا في مره لما انا قلت لما احتفلت بال 365 يوم بدون انقطاع عن الصلاه، كذا حد قال لي يعني يا صاحبي انت بتوري لنا ليه؟ يعني انت بتصلي يعني هنستفاد ايه يعني؟ طب يا معلم انت هتستفاد ايه وانا بوريك برلين؟ هتستفاد ايه وانا بقول لك يعني انا في المانيا؟ انا بقدم محتوى بهدف اللي انا ايه افيدكم، بهدف الافاده. وزي ما انا بوري لك حاجات يعني في نظرك انت مش مهمه، فهي في نظر ناس تانية مهمه وبتفيدهم جدا. والحمد لله انا بزود من الحاجات دي بناء على الكومنتات او المسجات اللي بتجيلي، اللي هي بتقول لي ده الحاجه الفلانيه اثرت فينا، ده الحاجه الفلانيه خلتنا نقربوا اكتر من ربنا. فالحاجات دي بتحفزني جدا يا جدعان والله. بس فبالمناسبه يعني انا وريت لكم الصبح المصحف، وعايز اكلمكم يعني على نقطه في الموضوع ده. قراءه القران دي اكتر حاجه هتعدل مودك وتعدل دنيتك اساسا. عارف انت ايه؟ لو قريت كل يوم ربع قبل ما تمسك الموبايل بتاعك، والله العظيم اقسم بالله العظيم يا جدعان انا ماشي على الموضوع ده وقريت حوالي تلت القران من غير ما احس. قريت 10 اجزاء من غير ما احس. وتعالوا بصوا في المحل ده اسمه ايه، ذا تورن. المحل ده من اكبر المحلات اللي فيه اجهزه كهربائيه وموبايلات وبتاع. فتعالوا ندخلوا نتفرجوا وانا بكمل لكم الدنيا. فالمهم انا يعني الموضوع بتاعي بيمشي ازاي. هو عباره عن يا رب بس التصوير هنا ما يكونش ممنوع. بصوا اهم حاجه بعملها في يومي اللي انا بحط المصحف بتاعي على الموبايل، بحس ان انا اول ما اصحى من النوم احط ايدي على الموبايل امسك المصحف فاتكسف فاقرا ربع. والربع ده والله العظيم ما بياخد 3 دقايق يعني. وانت اساسا اول ما بتبدا يعني عارف انت ايه، لو بدات بربع هتبقى عايز التاني والتالت والموضوع هيبقى حلو جدا. فانا هنا ايه هفرجكم بقى على الموضوع ده. هنا طالوا ايه ناخدوا لفه هنا، لان الصراحه يعني انا دخلت هنا الجو دفى فحلو يعني. الصوت اكيد اوضح من بره والدنيا حلوه. تعالوا نشوفوا ايفون الجديد. تعالوا انا عايز اشوف ايفون 14. وير از ايفون؟ وير از ميسي؟ بهزر طبعا، ميسي في النهائي. المهم هنا في كل ما يمكن ان تتخيله يعني. العاب بقى، كاميرات. تعالوا ندخلوا نتفرجوا. تعالوا اتفرجوا على الاسعار.
على فكره الفلوج ده يعني انا قررت ان انا ايه الصبح كده ان انا افتح الكاميرا، فاهم؟ يعني لو بتشوف اي حاجه، لو بتدور على اي حاجه مفيده فانت مش هتلاقيها في الفلوج النهارده. فانا لان انا اصلا مش محضر اي حاجه يعني القصه كلها اللي انا ايه، فاهم حاجه؟ يعني احنا بنتمشى مع بعضينا، فاهم؟ فتعالوا اتفرجوا. دي الحاجات دي انا ما بحبهاش الصراحه، انا مش هبص عليها، انا افرجكم على الحاجات اللي انا بحبها. في ايفون 14 برو اهو فين بقى؟ اهو هنمسكه بالايد التانية. تعالوا ايفون 14. تعالوا كده ناخد صوره، اخد صوره معاكم. والله جمر، شوف. لا السلام. ده 14 برو ماكس، وده 14 برو، وهنا 14 برو بلس. هنا ده سكوتر بالكهرباء حلو يعني، وهنا عجله بالكهرباء برضو. بصوا العجله ثمنها كام؟ 2300 يورو بس عجله كهرباء يعني. هنا ركن الالعاب بقى، الكلام الحلو ده. تخيلوا ان دي كاشير. ازيك يا جدي؟ عامل ايه؟ تعال انا هديكم عن اكتر حاجه بحبها. بحب الحاجات دي جدا يا جدعان. يوكوجي بصوا، كوجي بوما متصور مع حد اعرفه. مش عايز اقول مين هو، بس يعني هو مش بالجمال ده، هو بوما برضه بس مش بالجمال ده. طلعنا للتلج تاني والساعة، وفي حاجة هنا ايه، العاب بقى، والدنيا كبيرة هنا. انا عارف ان انا الفترة اللي فاتت دي كان بقالي مدة ما بنزلش فيديوهات، او يعني بنزل فيديوهات على مسافات متباعدة، وده لانه يعني فعلا كنت مضغوط جدا وكنت تعبان جدا الفترة اللي فاتت. والله كنت تعبان بشكل كبير يعني. كنت دايما كنت نايم في السرير، وكان عندي بقى امتحانات انت شفته وبتاع والكلام ده. وشكرا لكل واحد بارك لي على الامتياز، شكرا، احييكم من كل قلبي. بس وفي ناس بقى ايه يا جدعان، في ناس بتزعل، فاهم اللي هو ايه؟ يعني مثلا هو بيسالني سؤال شخصي، في ناس بتزعل ان انا يعني بيسالني مثلا سؤال شخصي، طالما انا ما جاوبتش عليه يبقى انا مش عايز اجاوب يا جدعان. يعني بالعقل انا ما جاوبتش على سؤال يبقى انا مش عايز اجاوب. هجاوب عليه لما يجي لي مزاج، او لما الاقي يعني في وضع يعني يسمح لي ان انا اجاوب على السؤال ده. غير كده انا مش هجاوب الا بمزاجي. ففي مثلا واحد يجي يقول لي ايه، طب انت عملت ايه، فاهم؟ في تفاصيل بقى ايه مثلا، او حاجات خاصه، يسالني سؤال خاص فما جاوبش عليه. اقول له يا صاحبي والله يعني ايه، انا مش حابب اجاوب على السؤال ده. فلقيت واحد راح باعت لي مسج بيقول لي ايه، انتوا كده المصريين كده ما بيحبوش يساعدوا حد، ما حد بيحب الخل التاني. انا اول ما اسافر هساعد الناس كلها. اتمنى لك يا حبيب قلبي من كل قلبي، والله العظيم من كل قلبي، انك تسافر وفعلا تساعد الناس كلها. الناس بقت وحشه قوي والله العظيم، فاهم اللي هو ايه؟ يعني انت تسالني سؤال خاص اللي هو كأن انا ملكك. انا عشان فاتح يوتيوب شانل فانا ايه، انا ملكك، لازم يعني تسالني عن حياتي الشخصيه واجاوب. ما ينفعش ما جاوبتش. لو ما جاوبتش يبقى انا ما بحبش اخلي حد، ما بحبش اساعد حد، فاهم اللي هو القصه كده. والله العظيم انتوا مصريين عليكم حاجات. بس بحبكم يا جدعان، والله بحبكم، وان شاء الله ايه يعني بيكو ومعاكم الاثنين هنبقى يعني في مول هنا حلو هندخلوه مع بعض. مول بحبه فعلا يعني. عايز بكره اصور لكم فلوج حلو، الف لكم في كذا حته في برلين، وبكره كمان عندي حفله هحاول اصور لكم في الحفله. بس انا هحاول استمتع اكتر الصراحه، يعني صراحه هحاول استمتع اكتر ما اصور. فلو ربنا اراد يعني هصور لكم، لان بكره الحفله دي تبع الشغل بتاعي، تبع المستشفى، وعاملين بقى حفله كبيره تبع العيد اللي هو العيد اللي في المانيا اللي هو قلت له لكم الفايناخت. فايه الفايناخت هنا عيد مقدس يعني، وبيعملوا له يعني المانيا فعلا بتتقلب عشانه، وهو بيبقى يوم 23 و24، وده بيبقى اجازه رسميه في البلد. ويوم واحد ده غير يعني الفايناخت غير الكريسماس، فاهم؟ انا عايز بقى ايه هوري لكم المول ده حلو جدا. استنوا انا ممكن اعدي، شكرا يا جدي. وهتلاقوا بقى ايه في كل شتات او في كل مدينه في شجره محطوطه، يعني دي كده شجره محطوطه، بس دي شجره بقى طبعا شجره زينه يعني، بس بتبقى في شجره حقيقيه يعني مقطوعه من الغابه وكبيره جدا، يعني حجمها زي ده او ممكن اكبر. هندخلوا بقى المول ده ايه في كل ده الميديا ماركت اللي انا بقول لكم عليه، وهندخلوه دلوقتي اللي هناك الاحمر ده. وهنا الساعات بقى انا بقى احب الحاجات دي. تعالوا كده نشوفوا اسعار الساعات ايه. الساعات دي سويسري. عندكم مثلا الساعه دي
سعرها 2100. ايه ده كده؟ فكروني يا جدعان لما ان شاء الله لما نتشهر ويكون معانا فلوس نجيبوا حاجه زي دي. وهنا الكلام ده تقريبا بيركب عدسات للعين. وهنا ده محل الورد هنا يعني الالمان هنا هاي الناس مبسوطه مني قوي وانا بصور. هنا دوجلاس. انت تدخل تشم ريحه البرفانات والريحه الجميله هاري بوتر. وهنا ستار وورز. والله ايه المحل الحلو ده، محل حلو والله. بقى ايه نلفه مع اننا معيش وقت كبير يعني، بس احنا هنلفه حتى يكون للفلوج معنا. في ناس هنا تشوفها كده ايه عامله زي الملايكه، وفي ناس عايزه ضرب النار والله العظيم زي ما بقول لك كده. وهم هنا يعني الالمان ايه نوعين، هتلاقي المان حلوين قوي فاهم وبيساعدوك وبتاع وناس حلوه، يا اما المان عايزين الحرق. وهنا دي محلات مالناش اي دعوه بيها، ناس ايه ناس محترمه. ندخلوا بقى ايه الهاوند على فكره بقى الشجر الحقيقي بيبقى عامل زي ده كده بس صحيح بره والله العظيم في الغابات. ده اللي انا كنت بوريه لكم وانا جاي. ابتدي هنا زارا. انا مش فاهم زارا كان عندهم عزا ولا ايه، انا مش فاهم يعني حرفيا كل حاجه محطوطه سودا. وده هنا كده في المانيا في الشتاء كل حاجه سودا، كل حاجه غم كده فاهم، كل حاجه بومه، حاجه ما تفتحش النفس كده فاهم. مش عارف ليه انا متخيل النهارده في حد هيجي يقول لي انت بتصور ايه، يعني حد مثلا من الماشيين يجي يقول لي انا بتصور بقى وبتاع ونقعدوا نتكلموا كتير وكده، لان في ناس هنا رخمه فاهم. بس انا بصور برضو يعني. فمره صورت فيديو بتاع 13 دقيقه كده في مكان، وجات واحده اللي شغالين في المكان قالت لي انت ممنوع تصور هنا، مع انه كان سوبر ماركت يعني مش حاجه، وامسح الفيديو بتاعه. المهم ان هنا لهنا، فمسحت الفيديو وحطيته في سله المهملات، فتحت الفيديو وحطيته في سله المهملات ورجعته تاني. بس انا ما نزلتوش الفيديو ده لان الفيديو ما عجبنيش يعني. الجو بدا يحرر لان انا جوه هنا، وهنا فودافون ومن موقعي هذا بقول لكم يعني اي حد في المانيا ما يتعاملش مع نت فودافون يعني نت فودافون يعني من مش عايز اقول حاجه، مش عايز خلوني ساكت، ما تعملوش مع فودافون نصيحه مني. وشايفين بقى الانوار دي كلها، كل ده عشان الفايناخت، كل الانوار اللي موجوده دي. وهوديكوا بقى حته بكره باذن الله اسمها اوروبا سنتر، فيها كل حاجه موجوده في اوروبا. يعني انت في اوروبا كلها تحت رجليك او تحت ايديك فاهم. هديكوا بكره بقى، اوصل لكم بقى بكره بالليل في الحفله وبتاع. ده انا هدلعكم. في هنا الاكسسوارات وخواتم والحاجات اللي انا بحبها، هدلعكم. ندخلوا الميديا ماركت ولا دخلنا زاتورن بقى تعالى ندخلوا الميديا ماركت. واحتمال بكره برضه اديكوا ابل ستور اوريكم هناك الاسعار عامله ازاي، وفي نفس الحاجات اللي موجوده في زاتورن يعني هنا باب الكهرباء، هنا الحاجات دي بتقدر فايناخت بقى يعني. بصوا هو نفس التنظيم بتاع زاتورن بالظبط، وغالبا بيبقوا نفس الاسعار ونفس السايت وكل حاجه. دخلنا طلعنا شفتوا سرعه اكتر من كده. وده محل خاص بس الهود ستايل اللي هو القبعات، ستايل القبعات. وده هنا المول ده بقى اسمه ايه الالكسا في الالكسندر بلاتس. ماشي يا شباب، فانا بقى ايه دلوقتي هقفل واشوف الGPS عشان اروح الموعد اللي انا رايحه. وادعوا لي ربنا يوفقني في الموعد ده لانه حاجه مهمه يعني، حاجه مهمه اقول لكم عنها بعدين. بس فادعوا لي ربنا يوفقني، واتمنى لكم ربنا يوفقكم. هشوفكم تاني ان شاء الله، اشوفكم تاني. بس اتمنى الفلوج يكون عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لي لايك للقناه وسبسكرايب وتفعل الجرس. والفتره الجايه هيبقى في شغل جامد، في شغل اجمد من ده بكتير يعني فاهم. يعني احنا كده ايه لسه بنسخن دانك بس، فاحنا ايه بقى لسه بنسخن. فيلا صلي على النبي، تعمل سبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو الجاي. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays.